السلام عليكم يا الاخوه الجزائريين. كاينه واحد القضيه اللي لازم الجميع ينتبه لها. قضيه تنحصر في انه من يضع الاطار هو من يتحكم بالنتائج. كيفاش نبسطوها لكم باش تفهموها؟ مثلا انت تروح تزور انسان في داره، يقول لك شاش تشرب قهوه ولا اتاي. ما تقدرش تقول له جيب لي عصير، ما تقدرش تقول له جيب لي الماء، قال لك يا قهوه يا اتاي. هنا هو راه اطر لك التفكير تاعك، ما خلالكش بدائل باش تفكر. نعطيك مثال واحد اخر. اب ولا ام باغيين الولد تاعهم يرقد على 9 تاع الليل، تجي الام ولا الاب واش يقولوا له؟ يقول له تروح ترقد على 8 ولا على 9. الطفل شا غادي يقول لك نروح نرقد على 9، وهو تبان له باللي هو اللي اختار. بصح هي في الاصل الاب والام كان القصد تاعهم انه الطفل تاعهم يرقد على 9. نزيدو مثال واحد اخر. كي كان اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه، الصين اكتشفت سقوط طائره تجسس امريكيه في الصين. خرجت الامريكان واش قالت نستنكر تاخر الصين في تسليم الطائره. الصين واش قالت باللي لازم الطياره نفتشوها. هي في الاصل الامريكان القصد تاعها هو انه الصين تسلمها الطائره. هنا هما وضعوا اطار القضيه وتحكموا بنتائج القضيه، والصين سلمتهم الطياره. نفس القضيه تاع البوركيني مع البيكيني، في زوج حرام. البيكيني حرام والبوركيني حرام. بصح هما اليوم لما شافوا المجتمع ما فيهش وعي وفيه جهل بزاف، راهم شغل يأطروا في الناس باش نتا ولا انتي تشوف باللي كي فرنسا تمنع البوركيني هذا راه ضد الحريه وهذا راه ضد الاسلام. يا جماعه فطنوا، تخلوش هذا الاعلام وهاد السياسيين يلعبوكم بعقولكم، خلوهمش. هما القصد تاعهم محاربة الإسلام، هذا هو القصد تاعهم. يوضعوك بين البيكيني والبوركيني، شا تختار؟ انت تختار البوركيني وتشوفه باللي حلال وتشوفه باللي اللباس شرعي هو لا. الإسلام واضح والدين واضح، البوركيني والبيكيني حرام، في زوج حرام. الو فطنوا لهذا الأسلوب، وما تنساوش باللي القاعدة اللي راهم يتمشاو بها هاد الناس هي أنه من يضع الإطار هو من يتحكم بالنتائج. والسلام عليكم.